جاك صاحبه طلب منه يروح يبدل مكانه ويدرس حصة في الجامعة. جاك كان فاكر انه رايح بس يساعد شوية وياخد الغياب والحضور وخلاص. طلع كوميكس من شنطته وهو ناوي يزوغ شوية وحاسس كأنه رجع لأيام ما كان طالب. بس أول ما رفع عينه وبص قدامه استوعب الموقف هو اللي المفروض يشرح. الطلبة باصين له مش فاهمين في ايه، بس جاك عمره ما بيهرب من تحدي. لما الكوميكس بهدوء كده ولبس وش المدرس المحترف. طيب هيشرح ايه وهو أصلا مش عارف حاجة؟ ولا مشكلة، قال للطلبة يشتغلوا على تكاليف لوحدهم. رمى لهم موضوع عشوائي وقال لهم يلا ابدأوا. الطلبة ما شكوش في حاجة. جاك من جواه كان مبسوط جدا. رجع قعد يكمل تزويغه. فتح اللابتوب ووطى الصوت بعناية. بس في حاجة هو ما خدش باله منها، الشاشة بتاعته بتتوصل اوتوماتيك ببروجيكتور الفصل. يعني وهو قاعد بيهزر ويلعب في نفس الوقت كل حاجة بتظهر قدام الطلبة على الشاشة الكبيرة. أول ما الطلبة شافوا المعروض انفجروا ضحك. جاك حس إن في حاجة غلط وإن الدنيا مش ماشية زي ما هو فاكر. فجأة تليفونه رن فكان مستعجل وطلع بره الفصل يرد. في اللحظة دي أخوه اتصل بيه فيديو. الطلبة بقوا محتارين يعملوا إيه. واحد حاول يقفل المكالمة بس الأخ رفع دراعه قدام الكاميرا بطريقة خلت المنظر يبان مش حلو خالص. الفصل كله محبش كده. الأخ افتكر إن في حد بيحاول يسرق كمبيوتر جاك، ولما لقى إنهم لسه قدام الشاشة ومش بيمشوا قرر يزودها خالص وقام مقلع البنطلون قدام الكاميرا. الطلبة جريوا في كل اتجاه وجاك كان محرج لأقصى درجة. وفي الآخر اتضح إن أخوه كان محجور عليه في أوضة فندق في شنغهاي.